لما يقولك احنا اخوات، ازاي تخليه يرجع في كلامه؟ لما شخص يقولك احنا اخوات وبعدين يكلمك 24 ساعة ويغير عليك ويتعامل كأنكم مرتبطين، ولما تيجي تواجهه يقولك احنا اخوات مفيش بينا حاجة، ساعتها نفذ اللي هو بيقوله وخليه بس يبقى قد كلامه. لما يجي يكلمك ويقولك انت رايح فين، نازل مشوار كده ضروري، وما تعرفوش ايه هو. لما هرجع هكلمك وما تكلمهوش لما ترجع. لما يجي يغير عليك ويقولك انت ليه بتكلم الشخص ده، او انت ليه بتكلمي تامر ابن خالتك، حاولي تسربعي الكلام بسرعة. تقول طب معلش انا هقفل بس معاك دلوقتي، معلش هقفل هكلمك تاني. وانتي بتقفلي الكول سمعين ان انتي بتفتحي كول تاني. ايوه سلام سلام، ايوه يا ابني انت فين؟ ولو سألك مين ده ما تريحوش، اخوكي بقى تامر بقى، ما تسألهوش رايح فين وجاي منين وكلت ايه وشربت ايه، وامنعي كل حاجة ليها علاقة بتصرفات المرتبطين زي الاهتمام. لما يجي يقولك يلا نخرج قوليله مش هينفع، انت زي اخويا طبعا انا عارفه، بس انت عارف ان مش بينفع اخرج مع حد. نفس الكلام للولد. لو انت في حياتك واحدة بتقولك احنا اخوات وفي نفس الوقت بتكلمك 24 ساعة وعايزاك تفضل موجود جنبها ومهتم بيها، وتيجي تقولك هي مين منا اللي عندك دي، قول لها انهي منا، في منا كتير في الشله بتاعتي، قصدك انهي؟ لما تيجوا نازلين هات معاك شله صحاب كبيره ولاد وبنات، ما تنزلوش لوحدكم عشان تعرف ان هي زيها زيهم. هتيجي تقولك ايه ده، هو مين دول؟ قول لها معلش يا بنتي ثانيه واحده، ايوه يا ريم، ايه يا بنتي انت فين، احنا وصلنا. طيب ماشي يلا باي. لما تيجي تهتم بيك وتقولك كلت او شربت، علق المسجات وما تردش عليها خالص وسيبها يوم كامل، وده بيدي إيحاء ان انت رافض الاهتمام. ولما يجي تاني يوم افتح المسجات عادي وقول لها ايه عامله ايه الاخبار، كأن ولا كأنك شايف حاجه. الشخص اللي بيقولك احنا اخوات بيبقى قاصد ان هو يتصرف معاك كاتنين مرتبطين، بس مش عايز يشيل مسؤوليه الارتباط. فبيعمل ايه؟ بياخد كل المميزات اللي ليها علاقه بالارتباط زي الاهتمام والطيبة والحنية وهكذا، لكن مش عايز يشيل نفسه مسؤولية حقيقية. فلو انت شلت منه كل المميزات اللي هو بيستمدها منك، هيعرف ان الارتباط باكج كامل، يا اما تاخده كله يا اما لا خالص. لكن انت بتديله الحاجات الحلوة فبيستغلها وسايب الوحش، فمين اللي بيتعلق في النص؟ انت. هنا بقى حاجة من الاتنين، يا اما لو عايز يرتبط بيك هياخد خطوة فعلا لانك قفلت عليه كل الحاجات دي، وساعتها كمان لو هو خد خطوة يا ترفض يا تقبل. وفي كل الاحوال لو خد خطوة او ما خدش خطوة لازم تبعده عنك خالص طالما العلاقة دلوقتي ملهاش مسمى.